بس نظرا للكلام العبيط والاسطوري لهبل اللي طلع، دي حسونا كده وقال ايه: اوعوا يا جماعه تصدقوا ان انا اتحبست، والاشاعات المغرضه والكلام ده كله ما تصدقوش الحاجات دي خالص. طب يا ابني واحنا قلنا اتحبست؟ يا حبيبي يا بيبي، حد قال لك اتحبست؟ محدش قال لك اتحبست يا حبيبي. انت واضح ان انت بتحلم بيا كتير، واضح ان انا جيت لك في الحلم كده وانت بتحلم بيا كتير. بس انا اقول لك العصفوره قالت لك ايه بالظبط، يعني عشان برضو ايه، مفيش حاجه بتخفى يعني. طبعا المحامي بتاعكم اكيد قال لك، انت قلت له طبعا انا سحبت الحاجه دي، يعني اعمل ايه فقال لك بص، انت ما قدامكش غير حل واحد، انك تعمل حاجه تخلي ابو زياد يتعصب ويخرج عن شعوره، وهوب يروح قايل لك رقم القضيه. بعينك، بعينك يا حسونه، بعينك، بعينك يا حبيبي. اعيد عليك الكلام تاني، اعيد عليك الكلام. بس انت ايه، آه عندنا مثل بيقول ايه: اللي على راسه بطحه يحسس عليها. ودي مش بطحه، دي جنايه، دي جنايه. سامع الفقر؟ لو ما عملتش الاسطوري ده كانت كتير من الناس تقول لك والله يا ابو زياد ده بيهبد اي كلام ولا حاجه زي كده. بس كونك حسست ولقيت ان فعلا في جنايه، ها مش بطحه، ركبك بتخبط في بعضها، ركبك بتخبط بعضها. عارف ان المستشار اكرم سلام ما بيهزرش في الحاجات دي. انا قلت برضه واعيد عليك الكلام تاني، قلت كان في جلسه جنايات اولى، جلسه اولى، المفروض حضرتك كنت تحضر وتشرف في القفص، بس ما حصلش. ما يعني انا عارف انك انت مناك تعرف رقم القضيه واليوم بالظبط، مش بس انا مش هنولها لك، مش هنولها لك. يعني مفيش داعي، مفيش داعي. انا طالع بنفسي برد عليك اهو، بقول لك ها انت كذاب ورجلك بتخبط في بعضها كده، ماشي؟ ها ركبك بتخبط في بعضها كده، لان الموضوع ايه، مش ماشي ايه، كلمتين وخلاص. لا يا حبيبي، بالفعل في جلسه اولى وحضرتك ما حضرتهاش، وان شاء الله في الجلسات بالك يا بيبي. مش هي تقول لك برضو كده يا بيبي؟ ها ماشي. الناس بقى اللي بتقول ايه يا ابو زياد انت يعني ايه، آه عيالك كده هتكرهك. طب يا جماعه، انا عايز اقول بس كلمه يعني. اب، ماشي، اب، اب اتسلب منه كل حاجه، عفشه، حقوقه، اولاده، طلعت اولاده هانوا فيه، وطلع الخال اسطوري يبوس في البنت ويكد في الاب واللي وحاجات كلها، وطلعت مرات الخال قالت كلام ملوش ريحه اللازمه. ها كل شخص كده من الابهات والامهات المحترمين يحط نفسه مكان ابو زياد، يحط نفسه مكان ابو زياد النهارده، عشان ابو زياد بياخد حقه وبيطالب بحقوق، واقف على ارض صلبه ومعاه بدل فضل الله عز وجل التأييد والنصر من الله سبحانه وتعالى، من محبينه ومن قانون ومن فضل رب العباد سبحانه وتعالى. المؤمن امن مكره. وانتوا فاكرين بقى ان ابو زياد يطلع ايه، يتعصب بكلمتين ويخر؟ لا ابدا والله، ابدا. بس الشيء بشيء يذكر، وانا ان شاء الله بمشيئه الرحمن تواصلتوا معايا رقم الجلوس، وهعرف النتيجه بالظبط ان شاء الله باذن الله تعالى.